والله تعرفت عليكم في التيك توك، قاعدة نتفرج فيكم، محليكم قدكمش متربين. ناس مليح، الناس كلها متثقفة، عندهم باز، عندهم باجاج، معناها مش أي عبد، مش جهل ولا مش متزمتين يقبلوا الناس الكل. سألت برشا أسئلة ومعناها الأسئلة معقولة ولوجيك. الورد ما فيه حتى شيء اللي شرك بالله ولا شواطن، يا أخي الشيطان باش يسمع القرآن؟ ما يسمعش قرآن الشيطان. هذا ورد عادي فيه الحمد لله وفيه تسبيح، معناها عادي على الاخر. اما المعجزه اللي في الورد هذا انه بالحق تحس براحه نفسيه غريبه عجيبه. هذه الحاجه، تحس تسهيل في حياتك، الناس تولي تبتسم لك، تحس بروحك، تحس بالاحلام، احلام تتبدل، احلام تحسها هكا، ما عرفش كيفاه تولي احلام هكا محليها. الورد معجزة إلهية ما شاء الله، ونسأل عليه يوم القيامة لنزيد حرف محليه على الآخر، في أفكار، لا في شرك بالله، لا فما طلاسم، لا فما عبادات. تقرأ هو ديجا يقولك بعد صلاة المغرب، معني يشجع فيك على الصلاة. أنا ما فهمتش علاش الهجوم هذا، الهجوم العجيب. حتى في اللباس، كان جاء واحد لابس مثلا ما نعرفش أنا ستار ويلبس كاروات ولا حاجة، كل يوم محليه، هي والله محليه. لكن هذا اللبس هذاك ربما لتهذيب النفس، الاناء العالي، الحب متاع نوري روحي قدام العباد، شوفني انا شني لبست، شوفني انا كيفاش صباتي منين ودرا شنو. هو قالك شوف انا نلبس مرقع كما الفقراء، معناها هذه نوع من الزهد. لازم الانسان يبحث شويه قبل ما يهاجم العباد. هذا هو اللي راه ساعات الانسان يصلي ويصوم ويجتهد، لكن سبحان الله تلقاه عايش في الفقر، عايش في الميزيريا، مشاكل مع عائلته، عنده ياسر حاجات. دونك يتسائل يقول يا اخي ايش فما، يا اخي انا مش قاعد نعبد في ربي، وربما فما ورد والا سوره والا ربي سبحانه يحل عليك يعطيك الفتح ما تعرفش عليها، فهمتني؟ بالنسبه للورد هذه شهاده حق، انا مرتاحه نفسانيا على الاخر. وحتى في الفيسبوك يوليو يطلعوا لك انهار وشلالات ودرا شنو. مش لازم نحكي على الاحلام اللي حلمتها والرؤى اللي حلمتها، اما الى حد اللحظه هذيا فريمون الجمعه هذيا كانت جمعه جميله جدا، وانا نحب نشكرك. وذاك هو، هذه شهاده حق انت سالتني عليها وانا نشكرك عليها. وان شاء الله يا ربي كان هذا طريق حق وكان انتم على حق، يا ربي نكون من جنودكم وربي ينصركم بجاهك يا رب. ان شاء الله نكمل 40 اليوم ونرجع لك ان شاء الله. الاستخاره ما عملتش صلاه، قلت يا ربي في قلبي، غمضت عيني وقلت يا ربي كان ذوما على حق، وريني رؤيه واضحه اللي هم على حق، وانا راني ما نعرفكمش وعمري لا ريتكم، ما نعرف حتى شيء، فهمتني؟ رقدت، حلمت بسيدي الشيخ، حضرت في حضره في ذكر الله، ناس تذكر في ربي. انا ما نعرفش علاش انا قلت الهجوم العنيف هذه، ناس تذكر في ربي، ناس تذكر في الله، معناها ما فماش حاجه. يا اخي هما يحكيوا على حاجه خايبه ضد الاسلام، هذا هو الاسلام، يذكروا في ربي. المهم في الحلمه حلمت بروحي في حضره، ومن بعد جاي سلم عليه سيد الشيخ، ومن بعدها مشيت الباب كبير هكا اسمه باب الروضه، وفي باب الروضه ذا تحل وفيك الشلال، قالوا لي لهنا الناس تطهر به انفسها، وفي الشلال هكا هابط فيه ماء، رؤيه محليها على الاخر. فقلت نعمل الورد بعد الاستخاره، فهمتني؟ خاطر انت اكدت على الاستخاره، يعني تو نحن مؤمنين وكل شيء. هو قالك برمشي استخير، كان انا باش نضلك ولا انا شيطان ولا انا ساحر ولا اللي هو، برا استخير ربي. دونك نحن حتى في السنة ديما نستخيروا ربي، ما فيهاش حاجة لا حرام ولا عيب ولا حتى شيء. وراو الشيطان بصفة عامة والسحر راو ما يستعملوش فيه القرآن. راو الشيطان حتى كي انت تبدا خايف من عبيثة ولا حاجة تقول بسم الله، معناها ما فيهوش حتى شيء، ما فيه لا بدعة ولا أنا مش قاعدة نرى في حتى شيء من البدعة ولا اللي هو. وانا ننصح الناس الكل، ما في حد شيء انت ما عندك مك خاسر. اون توليكا نحنا كي واحد يصلي كل شيء، بعد صلاتك تقوم بالورد، ما في حد شيء، نص ساعه الورد وما في حتى شيء، فيه الحمد لله وتسبيح عديك. واعمل استخاره، استخر ربي سبحانه، قل له يا ربي هكا وهكا. وذي انا هذه شهاده حق هاني ادليت بها، وبالتوفيق ان شاء الله في الدعوه نتاعكم.